السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل لكم ايه؟ هنقول اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. هنعمل النهارده سمك بوري. سمك بوري اهو، بس نضيف وجميل ازاي. وهنعمل سمك ايه؟ بولتي. سمك بولتي. بصوا بقى، خليه زي الفل اهو، مش حاجه، وشايله الراس كمان. بحس ان الراس دي هي اللي بتزفر السمك. معايا صينيه اهيت. اول حاجه دي اصغر صينيه في الثلاث صواني اللي فوق بعض، عشان انا هعمل 3 سمكات بوري بس هنا. والتاني السمك التاني ده انا هقليه. اول حاجه ايه، معايا جزر هنا، معايا جزر مبشور، ومعايا هنا اللي هي هريسة الشطة. دي هريسة شطة يعني، عشان مش متحتاجش فلفل ولا حاجة، حط هريسة شطة. ومعايا هنا طماطم وبصل مبشور برضو، ايه، مقطع جوانح كده يعني، مش مبشور، مقطع جوانح. ومعايا هنا في الطبق ده ليمون، عصير ليمون. هناخد كل دوت ونحطه على بعضه. ومعايا هنا شوية زيت، دهنا كده الصينية. وهنحط في قعر الصينية ديت ايه، في بصلايه اهيت، واقطعهم بس عشان تقطعهم دولت بقى، اقطعهم في قعر الصينيه. السكينه دي تلمع قوي. التانية هي المشرشره ومش عارفه راحت فين. المشرشره دي بتعمل الحاجه هوا. اقطعهم كده. ورصت عليه السمنه. خد حبه جزر كمان معاهم كده، عشان السمك بتاعك ايه يبقى شارب كده من الحاجه، ما يبقاش ايه. يبقى عليهم حبه ملح. ونحط كمان شويه زيت، حبه زيت كده عليهم. وشويه الزيت اللي فاضلين دول هناخد ايه، سمكيه سمكيه كده، نحط حبه زيت برضو مع الخلطه ديت اهو الزيت. هاخد بقى كل الحاجات دي على بعضها، احطها على بعض. هرست الشطه ديت، واحط عليها ده كمان. احط حبه كمون، نحط حبه ملح برضو عشان ما تبقاش عازمه. وهناخد شويه حته توم بس صغيره من اللي هي التانية دي. ونحط الليمون اللي احنا عاملينه. وهنقلب كله مع بعض. حطينا جزر وطماطم وبصل مفروم وهريسة شطة وحتة تومة اللي هي اللي انا دقها علشان التاني ده مش هحطله شطة. البولتي ده ابني ما بياكلش الحاجة اللي فيها الشطة، فانا مش هحطله شطة، هعمله بتوم كده بس. يعني اخدت حتة تومة من العلبة ديت، انا عاملة توم مفرزاه اهو، خدت منه توم. وعامله برضو هريسة الشطه دي، خدت منها برضو. فايه الحاجات دي بتسهل عليكي قوي قوي يعني، كل حاجه بتتسهل ايه يعني، بتتسهل. حط شويه كده برضو عشان تغطي الحاجات دي. والله الحاجه اللي في الارضيه دي بتبقى احلى من السمك نفسه.
بتبقى جميلة 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 اهي. خلاص احنا عملنا بقى كله على بعضه، الخليط كله اهو. وكمان مش هتخلي السمك يتحرق، مش هتخلي السمك يتحرق خالص. يعني ايه، اخد بس ايه في شوية زيت اهم في الطبق. هدهن بس السمكة كده من بره بس كده. هنروح فاتحين السمكة كده خالص. شايفين النظافة بتاعت السمك؟ شايفين ولا ما شايفينش؟ نبتدي بقى نحشي بقى ايه الخلطة الجميلة دي جواه. هرسة الشطة جميلة جميلة، بتخلي السمك جميل قوي قوي اهو. عشان كده متهيألي الصينية كمان مش هتكفي، لان احنا هنفتح السمكية، هنضطر نجيب الصينية الكبيرة شوية. نجيب الصينية الكبيرة اللي جبت الصينية دي عشان التانية وقعت ورا الغسالة. مش هقعد ازق الغسالة دلوقتي. فحطيت بقى ايه اول سمكية اللي كانت معايا، فضيت الخلطة هنا طبعا عشان انا فاتحة السمكية كلها فاتحاها كده. وادي تاني واحدة اهي. هاتيه واعمليه في البيت انضف، وانت هتنضفيه حلو طبعا، هتخليه قشطة كده من جوه احسن ما تجيبيه من بره ما تعرفيش هو معمول ازاي اصلا. يعني ما صراحة ربنا ما بعرفش. ودي تاني واحدة كده. هتشوف بقى ايه خلف خلاف عشان الصينية تكفي. هنفتحيهم وهتشوفهم خلف خلاف كده، يعني واحدة بالطول وواحدة الناحية التانية. معايا واحدة تانية التالتة هي. اهم حاجة قلبه ما يبقاش فيه دم، يبقى نضيف زي الفل. مفتحها للاخر عشان دي ما اتفتحتش. يعني بس حتة تتفتح كده للاخر عشان التتبيلة تخش جواها اهي. يا حبايبي يا حلوين. يعني انت مش مهم تحطي بقى فلفل اخضر ولا حاجه، انت كده حاطه هرسه الشطه فيها فلفل اخضر، فيها فلفل احمر، فيها فلفل وفيها كل حاجه، وفيها ثوم وفيها كل حاجه. انا عملته قبل كده جميل والله العظيم، احلى من بتاع بره. تكوني انت اللي عاملاه بايدك وعارفه ايه. وكمان بتاع بره ده غالي قوي يا ولاد، غالي والله. عندنا كل حاجه متوفره على ايه بقى. هحطها بقى ايه، هسيبها بس تتشرب من التتبيله اللي انا حطها لها شويه، يعني 10 دقايق كده هتبقى هخليها تتشرب من التتبيله واحطها في الفرن. هنجيب بقى السمك التاني دوت اللي هو البلطي ده كبير قوي، يعني هو كبير فاهمين، واخدين بالكم ان هو كبير، كبيره قوي السمكه. هقطعها بقى على 2، هقطعها على 2 بصوا بقى انا معايا هنا التومه ديت من غير اي شطه ولا اي حاجه، لان انا عندنا ابني عنده حساسيه ما بياكلش الشطه. ممكن ياكل السمك ده بس ما يجيش جنب الشطه برضه. ده هحشي توم بس اهو. والثوم اهوت انا واخده طبعا توم من اللي جوه ده، هقعصه احط له بس ليمونه. ده بقى عصرت عليه ليمون وهعمله بس بالثوم بس. طبعا اللي عايزه تحط هرسه شطه تحط، عايزه تحط فلفل اخضر تحط، بس احنا عشان احنا ظرف طارئ يعني عندنا فيه ناس ما بتحبش الشطه. مين افتح بقى الباب، معرفش مين اللي جاي يخبط. يلا مين؟ اكيد مرات ابني يعني. ونحط بقى هنا ايه شويه زيت اهو على وشهم كده. واولع عليه بقى من فوق شويه لغايه
الحاجات اللي تستوي شويه وبعدين نحطه في الفرن وخلاص. في ناس بتحطه في الفرن على طول، بحس ان هو البصل ما بيستويش. استنى نولع عليه شويه هنا. العين دي ما بتولعش، دي اللي بتولع. وهغطيه بالطيب حله. دي مش عايزه اللي هي البتاع، رحت اجيبها راحت وقعت ورا المطبخ. اسمها ايه؟ صينيه. افتحي افتحي. عشان اجيب غطا الحله. نجيب الصينيه دي نغطيه بس بغطا الحله لغايه ما ايه، نحس ان الخضار دبل فيه وبعدين نحطه في الفرن. خلاص يا حبايبي، معلش شفت برضه بقى في الفرن وتستوي بقى ايه على الرف الوسطاني ويا درجة حرارة 180. اول ما تستوي هطلعها واوريها لكم. خلاص يا حبايب قلبي، بصوا السمك. هنعمل بقى ايه، هنقلي بقى السمك التاني بقى اللي هو البولتي. معنا طبعا الدقيق اللي هنعمل بيه السمك اهو. ناخد كده بعد طبعا سيبناه في التتبيله شويه بتاعت الثوم، شجر من الثوم يعني والليمون. معنا الزيت بقى المقدوح ده. لازم تسخني الزيت كويس قوي عشان السمك ما تعملش منه. تعمليه بالدقيق كده وتتبلي. عشان السمكة طبعا كبيرة مش هتشيلها الاتنين بس. طبعا مش هنقلب السمكية الا لما هي تتعمل من تحت، يعني هي تعمل وش من تحت كده. هي استوت من تحت اهي، نقلبها بقى. بصوا يا حبايبي، انا نقلتهم طبعا على ايه، على صينية تانية خالص. وادي الصينية خدت الصوص اللي كان فيها طبعا وحطيته عليه. هنا بقى السمك دوت لازم تحطي ليمونه معاه، تحطي نص ليمونه كده معاه علشان ايه، علشان الزفاره. لازم تحطي ليمونه نقطه، تعملي نقطه ليمونه وتحطي ليمون، قشر الليمون هنا عشان تعرفي عشان ما يبقاش في زفاره. هو مفيهوش زفاره لان انا منضفاه حلو يعني. طلعوا خلاص يا حبايب قلبي، خلصت كده. قليت السمك اهو. لا قليت السمك طبعا. عملت رز البصله، طبعا سلطه. ده كان منظر الاكل. تعالوا اتفضلوا معانا دلوقتي. اقول لكم اشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا حبايبي.